جاء من معلومات في البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية آثار ردود فعل من عائلة المتضرر التي قالت إن هذه المعلومات مخالفة للحقيقة، طالبة من القضاء إنارة الحق. نحب أن نوضح الحكاية كيفاه صارت، خاطر فما شكون قالوا يعني تاجر مخدرات. زعما صحيحة الحكاية هذه، فما تاجر مخدرات هو كان تاجر مخدرات راهو يملك أملاك طايلة، شنو عنده هو بخلاف مشروع سياحي قاعد ياكل منه في رزقه. ما عنده شيء يعني. سيرته لاباس عليه والله، ما نظيف وكل شيء صحيح، طيش وكل شيء، ما عندوش يعني حاجات خايبه ولا ما عندوش هالحاجات خايبه، مثلا هذا المخدرات اللي قلتوا عليها وقالوا عليها وكل شيء ما عندوش، هو ما عندوش فيها حتى اسئله. هذه ما عمل شيء، وانا كيف تشوف الناس كلها دعست معاه والناس كلها تبغيه. لا هو سيرته انت تو عمه وتعرف اللي هو صغير. ما اسمع عليه شيء، نعرف عليه شيء. احنا المطلب نتاعنا الصوره اللي عطوها على خوي تتبدل، ما هو صحيح تاجر مخدرات. وبحسب شهادات عدد من المواطنين بالمنطقة فإن السيارة التي كان يستقلها المصاب تعرضت لإطلاق 3 رصاصات أصابت إحداها رأس المتضرر. حسب التصريح نتاع وزارة الداخلية معناها قالوا اللي ضرب الطلقات في النار في الهواء. طلقات عندك واحدة موجودة هيك غاديك هاونها والفوقانية، والثالثة من جنب الأخ، معناتها اللي ضربته هو في راسه بالضبط في الجنب، هي اللي جات في راسه بالضبط من هنا. هذا كان جاوب معناتك في الهواء، ما يجوش في الكهرباء. ما يرحم بوك، ما يجوش في الكهرباء، كان جاوب في الهواء، الطلقات هذوما ما يجوش في الكهرباء، اما اللي ضربه قناص. كان ضحيه على الاخر. هذا الحاكم عملها هو تو البيبليستي هذه نتاع اليوم، مروج مخدرات ومجرم كبير وترشنيه هذوما، خاطر الحاكم هنا يحب يغطي العيوب نتاعو، يضرب في الراجل هكاك باش يخوف وياك، يضرب طلقتين في الهواء، طلقه في الهواء، مش متعمد يعطيه الاولى والثانيه والثالثه. ايش معناها هذا؟ قصد شنو هذا؟ الاولى والثانيه والثالثه قصد شنو؟ معناها هو ايش ذنبه كي يمشي يضحي ولد صغير هكا؟ قضية شغلت الرأي العام بالجهة، أردنا أن نقف عند كل أطرافها فلم نظفر بإجابة رسمية من الجهات الأمنية الجهوية، معللة ذلك بمركزية الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام، مكتفية بترديد ما جاء في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية بعيدا عن آلة الكاميرا. بين هذا المكان الذي جد فيه هذا الحادث وأين يرقد كريم المصاب هناك يستمر البحث عن الحقيقة الكاملة بين كل الأطراف، وفي انتظار ذلك لا نملك إلا أن نقول على لسان أهله: اللهم لا نسألك رفع القضاء بل نسألك اللطف فيها. خميس بوبطان، التلفزة الوطنية التونسية، جربة ميدون. أن الشاب أشعل النار في نفسه بعد أن اعتدى عليه أحد أعوان المراقبة البلدية بسوق المدينة حيث كان يعمل على حد. زوج المرحومة منى بوعلاقي. فتحي بالطاهر زوجة الشهيد حاتم بالطاهر. الشجعان نتاع الثورة، ديما الطريق سيام في التدريب سامين ديما. مع المتظاهرين وجدتني فجأة في الصف الأول، ووجدت أحد أعوان البوليس يوجه إلي فوهة رشاشة. هي مسار، وهذا المسار صعب وفيه مشاكل وفيه مراحل، لكن هذا هو. نحن في الطريق الصحيح. هذا الشعب استعاد كرامته وسيستعيد سلطته. تصور الناس اللي 4 حيوت يشدوا في بعضهم، يحبوا بعضهم، يناضلوا مع بعضهم ومتحدين مع بعضهم. نلتزم بمبادئنا الإسلامية، لن يحرم ما أحل الله ولن يحل ما حرم الله. يا كواسة يا اللي كتبوا الحبوسات، يا كواسة يا اللي عذبوكم، يا كواسة يا اللي قهروكم، يا كواسة يا اللي كبلوكم، يا كواسة يا اللي كرهوكم، يا كواسة الحراية.